في جزئها الثالث من ندوة حقوق الإنسان نظمت الخيمة الرمضانية، والتي دارت فيها محاضرة حول حق تقرير المصير وإشكالاته، حيث طرح كحق أسمى للشعوب في وجهه الحقوقي والسياسي كذلك. رأس عريس الشهداء الولي مصطفى السيد بمناسبة رمضان، مناسبة الخيمة الرمضانية. نهني الشعب الصحراوي على هذا النجاح اللي هو الحقيقة تطور عندنا كبير لعادة الجماهير، سياني الكبير سياني الصغير سياني يعني ناس كاملة عاد تتسول عن الخيمة وقايسة الخيمة اللي فيه الحقيقة محاضرات يوعوا بالقضية الصحراوية. انصبت جل تساؤلات المشاركين في ما هي الصيغة الأنجع لممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير طبقا لمقتضيات القانون الدولي. وتكلمت عن مشاكل الصحراويين كاملين، وكانت مناسبة يعني لتبادل الأفكار والنقاش حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والمستجدات والمتطلبات. وهي ندوة الحقيقة كانت شاملة لجميع المواضيع، وكان العموم ندوة إيجابية، واللي قايم عليهم واللي منظمها الناس يستحقوا الشكر ويستحقوا التقدير والاحترام يعني. في الختام، أجمع المحاضرون في هذه الندوة أن الحل الوحيد والأوحد هو استفتاء حر ونزيه يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه.